النهاردة هنحكي مع بعض معجزة جميلة جدا عملها القديس العظيم أبو سفين، واللي حكتها توماف إيريني. القصة بتحكي إن كان في شخص اسمه رفيق، وكانت مراته اسمها شهيرة. الاتنين ما كانوش بيخلفوا، كانوا بيتشفعوا بالقديسة مارينا إن ربنا يرزقهم بطفل، وبالفعل ربنا رزقهم بطفلة جميلة وسموها مارينا. بس مع الوقت ابتدت الأم تحس إن هي الطفلة مش بتشوف، فابتدوا يجلجوا عليها ويروحوا لدكاترة كتير جدا، دكاترة مسيحيين ودكاترة مسلمين ودكاترة كبار جدا، كلهم أكدوا إن مارينا مولودة ما عندهاش شبكية. ابتدت الطفلة تكبر، وابتدى ألم الأم والأب يكبر من ناحيتها. في يوم من الأيام جدها أبو مامتها راح كنيسة العذراء الزيتون، وابتدى يتشفع بأمنا العذراء ويصلي، وهو بيبكي من أجل الطفلة مارينا إن ربنا يرد لها بصرها. فهو موجود كده وبيصلي، ليجي أم راهبة دخلت وطبطبت عليه وقالت له روح خد البنت وروح دير أبو سفين وصلي هناك وربنا يتمجد. هو ما كانش بيسمع، يعني ما كانش يعرف فين دير أبو سفين، ما كانش الدير مشهور زي دلوقتي، وما كانش فاهم حاجة. فابتدى يروح لحد قريبه في القاهرة وبيسألها، بيقول لها يا فلانة انت تعرفي دير اسمه ابو سفين؟ جات له ايوه دول حبايبنا، وحاضر ايه اللي حصل، حكى لها. جات له تمام اوديكم. بالفعل خدوا الطفلة مارينا وخدوا باباها ومامتها وجدها وقرايبها وراحوا دير ابو سفين. راحوا هناك قعدوا مع امنا ايريني. فالام ابتدت تحكي مع امنا ايريني، بتقول لها انا مش هقولك صلي ان مارينا يترد لها بصرها، انا بقولك صلي ربنا ياخدها. تخيلوا ان الام كانت واصله لحاله يأس ان هي مش عايزه البنت اصلا، صلي ربنا ياخدها. فتوماف ايريني جات لها لا مستحيل، انا ما اقدرش اصلي كده، لكن اقدر اصلي ونقول ربنا يتمجد. فكان موجود في الدير اللي هو الرفات بتاع القديس العظيم ابو سفين، اللي هو الكتف بالايد. فمعروف عن ابو سفين ان لما تكون المعجزه هتتم، او لما يكون حد بيصلي هناك ويكون هو موجود، الرفات بيتجل، يعني بدل ما هو وزنه خفيف بيبقى وزنه بيبتدي يتجل على الايد، فتعرف ان ابو سفين موجود في المكان. والكلام ده قالته امنا ايريني. بس فهم بيصلوا، فامنا ايريني ماسكه الرفات كده، فالرفات ابتدى يتجل عليها، يتجل جامد لدرجه انها مش قادره تشيله. فحد كده واقف جنبها فقال لها ايه اساعدك يا طماف واشيله معاكي؟ قالت له اه. فمسكوا كده فقال لها ايه ده انت كنت شايلاه ازاي، ده تقيل جدا. فراحت ضحكت وقالت له كده ابو سفين بيعلن وجوده في المكان. ابتدوا امنا طماف ايرين تصلي، والموجودين يصلوا ويتشفعوا بالقديس العظيم ابو سفين. فطماف ايريني لاحظت ان الطفله عينيها ابتدت تتحرك، ان هي بتشوف، واتاكدت انها بتشوف. بس فكرت وجارت لو انا قلت لهم ان الطفله بتشوف هيمسكوا فيها وهتحصل دوشه في الدير، لا انا يعني هاخد الامور باسلوب احلى من كده. فبعد ما خلصت صلاه راحت جات لباباها ومامتها، روحوا اكشفوا عند كل الدكاتره اللي انتوا كشفتوا عندها قبل كده، وعايزه تقرير عن حاله الطفله. بس فقالوا طب ما احنا كشفنا، قالت لهم معلش اكشفوا تاني. فابتدوا يحجزوا عند دكاتره، في دكاتره منهم كان حجوزاتها قريبه، في دكاتره كان لا لسه لازم بعد شهر. من ضمنهم دكتور تقريبا اسمه حسن، ده كان الكشف بتاعه لسه معاه الشهر. فكل دكتور كان يتاح الكشف عنده يروحوا له. احنا كشفنا يا جماعه وهي ما عندهاش شبكيه. وبالمناسبه باباها ومامتها كانوا ناس مقتدره، يعني معاهم فلوس يقدروا ان هم يعملوا عمليه، فكانوا دايما بيطلبوا من كل دكتور يروحوا لو ينفع يتزرع لها شبكيه. فكانوا الدكاتره بياكدوا ان العلم ما وصلش لكده، ممكن يزرعوا قرنيه لكن شبكيه لا، يعني دي مش متاحه. فكانوا كل ما يروحوا الدكتور ويطلبوا منه الكشف على مارينا تاني، ما احنا كشفنا يا جماعه وخلاص هي ما عندهاش شبكيه ومش بتشوف، يصروا عليه ويلح عليه جدا ان هو يكشف على البنت. بعد الحاح يكشف، فالدكتور المسيحي باسم الصليب باسم الصليب باسم الصليب ده بقى عندها شبكيه. ايه اللي حصل؟ يحكوا له ويقولوا له ان الدير محتاج تقرير. لحد ما راحوا عند الدكتور اللي هو المسلم، فبرضو بعد اصرار، هو طبعا انا كشفته وانا عارف الحاله، بعد اصرار والحاح منهم فكشف.
فبسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ايه ده البنت عندها شبكيه، ايه اللي حصل؟ فابتدوا ان هم يحكوا له. فقال لهم انتوا رحتوا صليتوا للشيخ بتاعكم، هو بيتكلم بلغته، والشيخ بتاعكم صلى لربنا وربنا استجاب وارجع بصر مارينا تاني. فقالوا له احنا محتاجين تقرير للدير، فقال لهم ايوه من حقه، من حق الدير ياخد تقرير. فابتدى يكتب تقارير ان البنت ما كانش عندها شبكيه وبقى عندها شبكيه وبتشوف. بعد كده راحت الام والاب وجد البنت واهلها كلهم متهللين في دير ابو سيفين، وطلبوا ان هم يقابلوا امنا ايريني وعشان يحكوا لها المعجزه. طبعا هي كانت عارفه ومتاكده، مش محتاجه ان هي تسمع منهم. قعدت معاهم وزي ما قلنا طلبت منهم التقارير وجابوا لها التقارير واتحطت المعجزه في الدير. وبالمناسبة المعجزة دي مكتوبة في الجزء الثالث من معجزات القديس العظيم أبو سفين. على فكرة شفاعته قوية جدا، وأبو سفين بيحب جدا اللي بيكرمه، واطلبوه هتلاقوه. شفاعة وبركة القديس العظيم فلوباتير ماركوريوس أبو سفين تكون معاكم وتملى حياتكم بالبركة، آمين.